يصرخون ويخاطبون أبا الفضل. عباس تدرك سكينة، عباس جيب الماء لسكينة. نزوره ونصلي ونتجه بالصاد ملهوف للموضع اللي في قطعه من الله لشفاف نسلم وننعاذ ونذل الدمع مدراف ونتوجد بدهشة للسلبية ولا نذكر على التل العقيلة وذاك الصياح الحقنا يا اخويا والاخ من الجلد اسمعني وحسين كل ما نضض من سهم الردى ونادى العذر ما ظل يا زينب جلد بيه بهالحال غارت خيل مية على الخدور وهامت حريم حسين واطفال بالقرون حسين متوسد الرمضان دمه يفور وزينب تحشم قول يا ابن امي ليا يا حسين دل حقنا ترى هجمه والله وفرت من الدهشه بلي راي ليتام وهذه يا اخويا النار تتلهب بالخيار وما حد بقى يحمينا يا باقي البقيه وبعد الزياره تروح للحايره. انا ما متعود على قرايه هكذا، انت شيال ابيات الدمعه غير الدمعه هناك وقريب لك ابو فاضل أبالك ما يسمع وياه، أبالك ما يطالع كلام. وبعد الزيارة تروح للحايرة الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة تزور القمر نزهار ابو جفوفك شيال بركاب وصار الهاشمية اصرخ عشرة من صميم قلبك هذه الليلة حسين لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين.
ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يحمل الظالمون. شيخنا الجليل أباك كان في كل سنة والده رضوان الله تعالى عليه كان من المعزين معنا في كل سنة في الأربعين، وقد قتلته يد الإجرام والإرهاب والجور والظلم هناك. رضوان الله تعالى على أبيك يا شيخ. أهلا بالمشايخ الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زار ولدي الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. هذه كربلاء، هذه أرض الشهادة، هذه أرض الدماء الزكية الزاكية، هذه كربلاء الخلود، كربلاء النصر، كربلاء العزة والكرامة، كربلاء التضحيات الجسام، كربلاء البطولات، كربلاء الإنجازات، كربلاء المواقف. إني لأضبطكم أيها الإخوة والأخوات، أضبطكم إذ وفقتم للمجيء إلى كربلاء. وقع عليكم اختيار المولى، وقع عليكم اختياره عليه السلام في هذا العام أن تكونوا من وفده، من زواره، من عشاقه. أضبطكم أن أقدامكم هذه الشريفة المباركة قد وطأت أرض كربلاء. إذن أنتم تطؤون على أجنحة الملائكة المزدحمة حول قبر الحسين عليه السلام. إنها نعمة من أعظم النعم علينا أن وفقنا لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هناك في هذه اللحظة التي أحدثك فيها وأنت في هذا المكان المقدس، وكل الأمكنة في كربلاء مقدسة، كل المواقع والمواضع فيها مقدسة وذات بركة. كل ما في كربلاء له قيمة، كل ما تصادفونه ترونه تشاهدونه له قيمة في كربلاء. هناك من يراقب في هذه اللحظات شاشات التلفاز ويراقب القنوات الفضائية ودموعه تتحادر على خديه تحسرا أنه لم يوفق لزيارة الحسين في موسم الأربعين. أنتم جئتم، وصلتم، قطعتم المفازات والمسافات وتحملتم الصعاب، ضراوة المناخ، صعوبة الطريق،
المشاق المخاطر، جئتم إلى كربلاء. فكروا في هذا جيدا، فكروا في موقفكم هذا، في وجودكم هذا، في مقامكم هذا. أقول لكم بكل ثقة ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أنتم أصحاب الحظوظ الرفيعة، إذ رفع الله حظوظكم بزيارتكم للحسين، بمجيئكم إلى كربلاء. لا تقل لي مالي، وظيفتي، شهرتي، صيتي، لا. الملف قد أعطي للحسين من ليلة القدر. في ليلة القدر تقسم الأرزاق وتقدر الأعمار ويكتب الحاج ويكتب الزائر. ملفك، الملف رفع إلى المولى أبي عبد الله، وفي الملف اسمك وعنوانك وشهرتك ووظيفتك ومن أنت. هذا التوفيق يا إخوان. لو راجعنا هذا الموقف الذي نحن فيه مراجعة جيدة وقرأناه قراءة جيدة، ثقوا بالله أنكم تضيفون مع كل سجدة شكر سجدة. إن كانت تلك لإتمام الصلاة، فالثانية لأنكم وفقتم لزيارة الحسين عليه السلام. موسم الأربعين، وهذا دليل أيها الإخوة. أعتذر عن التجاسر بحضور المشايخ والخطباء والإخوة. هذا في حد ذاته من أبرز علامات إيمانكم وتقواكم وورعكم، لأنه زيارة الأربعين صنفها العسكري عليه السلام أنها إحدى علامات المؤمن، إذ قال عليه السلام: إن للمؤمن 5 علامات: صلاة 51، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: وزيارة الأربعين. هذا دليل على صدق الانتماء، على أصالة الذات. هذا دليل على أن أنكم تحملون إيمانا كبيرا بالحسين عليه السلام. الشيء الأهم من كل ذلك أيها الإخوة، لاحظوا كيف كربلاء تتسع للملايين من البشر. نحن غادرنا النجف الأشرف في طريقنا إلى كربلاء، وفود زحف بشري غير طبيعي، من الديوانية، من الأنبار، من الفلوجة، من السماوة، من البصرة، من كل مدن وأرياف وقرى العراق يتوافدون، ومن البحرين، ومن الإمارات، ومن قطر والكويت، ومن هنا وهناك يفدون. قل لي بربك كم تقدرون أعداد الزوار هنا؟ ملايين. لكن قل لي بربك وأنت في طريقك هنا، في أي طريق في كربلاء اسلكها، راقب بعينيك، قف موقف المراقب. هل ترى زحاما على بقالة أو على خباز أو على دورة مياه؟ إن الحسين عليه السلام مدينته هذه التي هي من أضخم العواصم في العالم تتسع للكل، والكل يأخذ وضعه الطبيعي فيها. لاحظ. وهناك في الحج 5 ملايين، هم يقولون 3 ملايين، على فرضية 3 4 5 مليون. زحام، اكتظاظ، بلاء. هذه أرض الحسين، والله يبارك للحسين فيها. يا إخوان، أنا كثير ما ولا أطيل لأنه حتى أخلي مجال للتعزية. كثير ما أذكر
هذه وذكرتها في البحرين في مجالس محرم الحرام، ولا بأس بذكرها لأنها حقيقة أيها الإخوة من أغرب المشاهد وأروعها. يعني المشهد غريب وفي نفس الوقت رائع في كل أبعاده. يعني هناك من جاء إلى كربلاء مشيا على الأقدام، وهناك من جاءها في الحافلات، وهناك من وصلها بأي وسيلة من الوسائل، الكل حتى ضعنه هنا. لكن قل لي بربك أحد الإخوة من المؤمنين وهو في موضع الثقة يقول: نزلت في خان النصر، يعني منتصف الطريق بين النجف وكربلاء، خان النصر. يقول: ضراوة المناخ، البرد القارس. يقول: أنا قلت في نفسي ليش أنا على اصطلاحنا بهذلت نفسي ونزلت في هالمكان برد ومشي، كأنما أراد أن يقول له الحسين، والحسين ينظر إلى الجميع. التفتوا وخل هالعقيدة عندك. وأشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. فلذلك أنا أنصح الإخوة وأنتم في قمة الأدب، في قمة الأخلاق. هنا الحسين ينظر إلى الكل، إلى الجميع، فلنظهر أخلاقا وأدبا يرضي الحسين عليه السلام. أراد الحسين أن يقول له: لا تمن علي، أنا ما من أحد في العالم من علي، المنة عليك وليست علي. أنا الحسين الذي ضحيت بروحي، بأطفالي، بإخواني، بنسائي، بدمي، بكل ما أملك من أجل إعزازك وإنقاذك وتطهيرك وتشريفك وإعلاك. كأنما قال له: انظر إلى يمينك، سوف ترى ما يخليك تقنع وتشيل عنك الأفكار، وأنك لا تقول أمشي إلى كربلاء مشيا على القدمين، إنما حبوا على الركب. يجون بعض الناس في حقيقة، يعذرني بعض الإخوة، يستخفون بذول الذين يزحفون. هؤلاء يقولون: من عشق شيء أعشى بصره. عشقوا الحسين، وصل هذا الإنسان إلى مستوى العشق بالحسين، خليه يزحف. ألا تقولون لو قطعوا أرجلنا واليدين خب العراق، خلي العراق، احنا بالبحرين أما منعوا الطيران وعطلوا الطيران، قل لي بربك أما ضيقوا علينا؟ أما كانت ظروفنا صعبة، ظروفنا المالية، الاقتصادية، النفسية، الأمنية، مع ذلك تركنا كل ذلك وراء ظهورنا وتوجهنا إلى كربلاء. جينا كربلاء. زين ايش في كربلاء؟ صور، ذهب، أموال، شنو في كربلاء؟ قال: في كربلاء الحسين الذي عندما ترى قبته وتقول له: السلام عليك، يرد عليك السلام ويقول: عليك السلام يا زائري. أراد المولى عليه السلام أن يقول لهذا الرجل: التفت، طالع، انظر إلى يمينك. يقول أنا التفت على يميني، رأيت عجوزا قد بلغت من العمر ما بلغته. يقول: تقود عربة، تدفع عربة خشبية. يقول: والذي لفت انتظاري أنها عمياء. قلت: سبحان الله، امرأة عمياء